اهلا بكم. عدنا 25-30. خلينا نرحب بضيفنا مفكرنا الكبير دكتور علي مبروك. علي مبروك استاذ الفلسفه بجامعه القاهره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بيك استاذ ابراهيم، ربنا يخليك. دكتور علي، وانت صاحب كتابات معمقه وبحوث ودراسات في التاريخ والفكر الاسلامي والفلسفه الاسلاميه، خليني ابدا بكلمه الفلسفه الاسلاميه دي التي بدا وكانه جمع بين نقيضين عند مجموعه الارهابيين او المتطرفين اللي لا يمكن باي حال من الاحوال يعتقدوا اصلا في علم الكلام ده. بالنسبه لهم دول ناس كفره، فضلا على انه يعني ايه فلسفه اسلاميه، ويبدو الامر وكانه شيء غريب على الاسلام وعلى الفكر الاسلامي ان تتحدث عن كلمه الفلسفه الاسلاميه. على الإطلاق يعني ليس غريبا يعني أنك تتحدث في الإسلام عن فلسفة، لأنه إذا استغربنا أن يكون للإسلام فلسفة فهذا يعني أن نستغرب أن يكون للإسلام عقل، أن يكون للإسلام فكر. صحيح. ولا أظن أنه أي مسلم يمكن أن يقبل هذه المسألة، لأنه ربما يعني يكون الاستغراب أو إدانة يعني بعض المسلمين الآن لمصطلح أن يكون للإسلام فلسفة مرتبط بالسمعة السيئة للفلسفة. الفلسفة تتعرض بشكل دائم لاتهامات بأنها أقرب إلى الكفر والهرطقة والضلال، وفي الحقيقة هذه الاتهامات بتكون يعني في الغالب أداة لإبعاد العقل بشكل عام عن مجال التفكير. يعني أن تسيطر على الناس بالتأثير في نفوسهم بيكون أسهل بكتير جدا من أنك تخاطب العقول وتستطيع أن تقنعهم يعني عقليا. صحيح. احنا عندنا أزمة عقل يا دكتور علي. أعتقد أنه الأزمة الحقيقية في مصر الآن وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي ربما هي أزمة عقل بالأساس. ويعني إذا جاز لي يعني أنا واحد من الناس الذين يقولون أنه أزمة مصر الحقيقية ليست أزمة نظام سياسي، وإنما هي أزمة نظام ثقافي وبما يستتبعه ذلك من أن هي أزمة إزاي؟ اشرح لنا دكتور علي. لازم نبقى مدركين أنه السياسة هي تجلي لأزمة أعمق. الأزمة السياسية مجرد عرض مجرد مظهر لأزمة أعمق. الأزمة الأعمق متعلقة بخطاب بيمارس به العرب والمصريين التفكير على مدى القرنين اللي فاتوا، القرن ال19 كله والقرن ال20، منذ بدأت الحداثة تطرق مصر، تطرق أبواب مصر مع قدوم الفرنسيين ومع بداية تبلور مشروع محمد علي باشا وظهور الطهطاوي. في الحقيقة بدأ يتم صياغة خطاب بيفكر به العرب قايم على نمط من التحديث البراني بالأساس. التحديث البراني اللي هو المظهر بالضبط كده. التحديث في التغيير في الواقع مش التغيير في العقل. وبالتالي جرى فصل للحداثة عن مكونها الجواني اللي هو العقل النقدي بالأساس. فبدأوا كأننا بنركب وده كان عمره موجود. العقل النقدي ده كان عمره موجود في الثقافة بتاعتنا، اللي هو العقل اللي يفرز ويفند ويرفض ويقاوح ويشاكس ويجيب الحجة للحجة ويوازن. ده كان موجود في مجتمعنا بشكل بالتأكيد. لا، ربما لم يكن موجودا بشكل مهيمن. تعرف انه هذا العقل كان موجود ممثلا في بعض التيارات الإسلامية زي التيارات الاعتزالية مثلا، أو بعض الاتجاهات الفلسفية عند زي ابن رشد والمدرسة اللي تبلورت من ابن رشد. لكن هذا العقل في الحقيقة تعرض للتهميش والمصادرة. ودائما ازاي ومن مين؟ لازم ندرك يا أستاذ إبراهيم أنه في التراث بشكل عام، وهتكلم على التراث الإسلامي بالأساس أو الثقافة الإسلامية بالأساس. الثقافة الإسلامية كانت في وقت من الأوقات ساحة لتيارات متعددة، لاتجاهات في التفكير متباينة ومتعارضة في أحيان كتيرة، وكان الإسلام بيسعى كل هذه التيارات وكل هذه الأفكار. ولهذا السبب بنى الإسلام في وقت ما، لابد أن نقر أنه بنى فكر وبنى حضارة أثرت في وقت ما خارج حتى حدود الإسلام. المشكلة أنه نحن ابتداء من القرن الخامس تقريبا الهجري
بالتحديد بدأ وكأنه بدأنا ندخل في طور من أطوار الأفول والتراجع، وبدأ وكأنه في تيار بدأ يفرض هيمنته الشديدة جدا في الإسلام. ولسوء الحظ فإنه هذا التيار كان التيار الشافعي الأشعري الحنبلي في النص كمان، يعني اللي هو ممتد من الشافعي مرورا بابن حنبل منتهيا بالأشعري. احنا عندنا هذا الثلاثي في الحقيقة يكاد يكون هو المؤسس للتيار المهيمن، للتيار اللي ساد وتحققت له الهيمنة في الإسلام وحدد مصائر الإسلام بعد كده وقام بعمليات مصادرة. نقرب الضوء على الهرم ده أو قمته الشافعي ثم الأشاعرة ثم الحنابلة في النص. الحنابلة في النص. خلينا نلقي الضوء على كل فصيل فكري. ليه انت حضرتك بتقول ان ده اللي مسيطر على كل طريقة تفكيرنا في الحياة الإسلامية لغاية دلوقتي؟ لأنه الشافعي والأشعري، لو بدأنا بالشافعي، الشافعي واحد من بناة علم تأسيسي في الإسلام هو علم الأصول، علم أصول الفقه. علم أصول الفقه في الحقيقة القواعد المعرفية اللي وضعها الشافعي للتفكير في الفقه، يعني دعني أقول إنها لم تمارس فعلها فقط داخل حقل التفكير في الفقه، وإنما انتقلت من الفقه إلى سائر الحقول المعرفية داخل الثقافة، بحيث يعني أصبحت أسسا وقواعد للتفكير داخل الثقافة على العموم، الثقافة الإسلامية كلها بالضبط، مش قاصرة على الموضوع الفني في الفقه، أصول الفقه بس بالضبط. يعني تروح في اللغة، تروح في النحو، تروح في قواعد شغالة بالضبط، التاريخ، تروح في يعني معظم. ايه القواعد دي؟ هقول لحضرتك، علشان نتبين هذه القواعد لابد ان احنا نشوف. طبعا انت تعرف حضرتك انه في بين وفاة النبي وبين الشافعي حوالي قرن ونص او اكتر من قرن ونص تقريبا. هذه المدة الزمنية الطويلة كان فيها بالتأكيد ممارسة للتفكير في الفقه، كان في تفكير في الفقه. في الحقيقة أي ناظر، أي متأمل ودارس لهذه الفترة في التفكير الفقهي ابتداء من الصحابة، واحد زي عمر مثلا، عمر بن الخطاب وإنجازاته الفقهية وتفكيره في الفقه، مرورا بالمدارس الفقهية، مرورا بالتابعين، مرورا بالمدارس الفقهية المبكرة، بيلاقي نفسه أمام نوع من التفكير الفقهي المفتوح اللي بيتسع لعناصر مختلفة، الذي لا يرى أنه الفقه البنية الفقهية هي نتاج تفكير إلهي أو هي نتاج الوحي فقط. بالعكس، في عناصر إنسانية كتيرة جدا بتدخل في تركيب البنية الفقهية. التفكير في الفقه عند واحد زي عمر مثلا بيصل إلى أنه إلى حد تعطيل أحكام وردت بها نصوص قرآنية، والمثال المعروف هنا ما ورد بخصوص المؤلفة قلوبهم، بحيث أنه ما يوزعش عليهم الأسهم بالضبط، لم يوزع هذا السهم وأوقف العمل. بألف قلوبهم زمان بالضبط، لما كان الإسلام ضعيف، دلوقتي خلاص الإسلام لم يعد اللي عايز يسلم أهلا وسهلا، مش عايز يتفضل. بالضبط. هذا النوع من التفكير في الحقيقة، هذا النوع من التفكير المفتوح كان في دور إلى حد كبير للعقل. العقل كان منفتح وكان بيتعامل مع النص القرآني باعتباره ساحة للتفكير. في الحقيقة التقليد ده هيستمر بشكل أو بآخر على مدى 150 سنة اللاحقة، بحيث انه احنا لما نيجي حتى الواحد زي مالك مثلا كمؤسس لمدرسة فقهية معروفة، الإمام مالك، بنجد انه مالك كان على وعي شديد بانه الفقه الذي يبنيه فقه محدد بشروط البيئة التي نشأ في هذا الفقه، مش طرحه علشان بعد 100-200 سنة الناس تشتغل عليه، مش بس كده، مش طرحه علشان يعمل خارج المدينة نفسها كمان، بدليل انه عندما بالضبط بدليل انه عندما طلب منه 3 من الخلفاء العباسيين بدأوا بأبو جعفر المنصور انه يتم العمل يؤخذ كتابه الموطأ ويتم توزيعه على الأمصار الإسلامية المختلفة للعمل بما ورد فيه من أحكام يعني يعمم فقهه، رفض ذلك وقال إنه هذا فيه شكل من أشكال المشقة على الناس، لأنه هذا الفقه بالضبط كده، لأنه يصلح للبيئة الحجازية، بيئة المدينة، لأنه كمان أعراف أهل المدينة داخلة في بالضبط، داخلة في فقه مالك، داخلة في بنية فقه مالك. فواضح إنه الواقع العرفي التقليدي داخل في بناء الفقه، وبما يعني إنه المصدر الإنساني
داخل في بناء التجربة الفقهية، والتجربة الإنسانية مختلفة من بيئة لبيئة، فكان متصور أنه يستحيل نقل هذا الفقه خارج حدود المدينة، وبالتالي رفض هذا الطلب من جانب الخليفة أبو جعفر المنصور. ما أن نأتي إلى الشافعي حتى نجد نوعا من التفكير المختلف في الفقه. الفقه لم يعد، الشافعي يحدد أنه لن تكون هناك مصادر للتفكير في الفقه إلا النص، إلا الخبر، فأصبح لا وجود للأعراف، لا وجود للخبرات المحلية، لا وجود للتقاليد المجتمعية، لا وجود حتى للعقل، لأنه الشافعي كان بيقول من استحسن فقد شرع. لا وجود للعقل، لا وجود. فأصبحنا دخلنا في طور حدد فيه الشافعي التفكير في الفقه بأنه لا يكون إلا بالنص، إلا بالمنقول، إلا بالخبر بشكل أساسي. ويريد حتى تعامل مع الخبر باعتباره الخبر، يعني تعامل مع الخبر باعتباره خبر إنساني في بعض الأحيان، لأنه كان السابقين يتعاملوا مع الخبر باعتبار أنه الخبر حتى عن الصحابة يصلح أساسا للتشريع. لا، هو تعالى بالخبر واعتبر الخبر كله من الوحي، لدرجة أنه مع الشافعي سنلتقي بأول تفكير في الإسلام بيتعامل مع السنة باعتبار أن السنة وحيا. لم يكن هذا مستقرا في التجربة الفقهية عند السابقين. فتكريس وضع السنة باعتبارها وحيا فتح الباب بقى واسعا لإسكات القرآن في أحيان كثيرة جدا. أصبح القرآن يتم إسكاته في مسائل متعددة، ويتم استدعاء، لا أقول السنة، ما يقال أنها السنة طبعا. يعني ما يقال أنه صحيح. السنة، أصبح يتم استدعاء ما يقال أنه السنة، ويصبح هو حاكما على القرآن. والحنابلة بقى هم اللي هيجوا يخططوا لفكرة أنه السنة حاكمة على القرآن أو قاضية على القرآن، بحسب ما قال بعد كده بتفصيل وبتأكيد ابن تيمية في القرن السابع تقريبا الهجري. فهذا النوع من العقل الذي يفكر دائما بأصل سابق التجهيز، هناك أصل سابق التجهيز، والفكر كله عمليات إلحاق لفروع بأصول ثابتة جاهزة. هذا النوع من العقل هو للأسف العقل الذي لا زال يشتغل للآن في العالم العربي. فقط استبدلنا الأصول التقليدية. بس الأشاعرة من هنا، معلش عشان الأشاعرة بقى جم وثبتوا هذه المسألة في مجال المعتقد، في مجال العقيدة، لأنه إذا الشافعي كان بيفكر في مجال أصول الفقه، فإنه الأشعري أحكام يعني مع الفقه اللي هي الأحكام يعني كيفية التفكير في الأحكام. الشافعي كان مشغول بكيفية التفكير في الأحكام، كيف تفكر من أجل استنباط الأحكام، كيف تفكر في ذلك. الأشاعرة كانوا مشغولين بمسألة متعلقة بالعقيدة. في الحقيقة أيضا العقيدة بقى وجود ربنا سبحانه وتعالى، التوحيد، كل المفاهيم العقيدة دي بالضبط. تجد هنا أنه الأشعرية ماذا فعلوا بقى؟ الأشعري تحديدا، دعني أتحدث عن الأشعري تحديدا. الأشعري تحديدا أيضا كان هناك تفكير في العقائد سابق على الأشعري، وكان تفكير واضح أنه مؤطر تاريخيا ومحدد تاريخيا. عندنا عقائد الشيعة الشيعة أسبق في الظهور، المعتزلة أسبق في الظهور، الخوارج أسبق في الظهور، المرجئة أسبق في الظهور، كل هؤلاء أسبق في الظهور. وكان يعني لو نظرت فقط أستاذ إبراهيم لتسميات هذه الفرق المبكرة لأدركت أنه تسمياتها بتحمل أثر من التاريخ. يعني لما نتكلم عن الشيعة، أولئك الذين شايعوا عليا وأيدوه، يعني هذه المشايعة والتأييد كانت مشايعة وتأييدا في موقف سياسي. الخوارج الذين خرجوا. فكان هنا يبدو تأثير السياسة قوي. تفاصيل طبعا كتاب الملل والنحل ممكن لشهرستاني بالضبط يعني بالضبط مهتمين. هنا يبدو أنه الفرق الأولى ملتصقة إلى حد كبير بالسياسة. الأشعري سيلعب لعبة بقى يعني مختلفة. الأشعري نعلم جميعا أنه بدأ حياته معتزليا، وتربى على مذهب الاعتزال، وظل على مذهب الاعتزال إلى أن وصل سن 40. وفي سن 40 خرج من الاعتزال وقال اعتزال الانتماء إلى فرقة أو مفهوم المعتزلة، يعني مفهوم المعتزلة بالضبط. خرج من المعتزلة وبدأ يتبنى يؤسس
لمذهب جديد. ومسرح هذا الخروج بقى من المعتزلة إلى تأسيس مذهب جديد مسرحها يبدو فيها وكأنه فعل ذلك بتوجيه من الله، بتوجيه من النبي، حيث يرد هذا التحول إلى رؤية منامية جاءه فيها النبي 3 مرات متتالية في العشر الأوائل من شهر رمضان، ثم في العشر الثواني، ثم في العشر الأواخر من رمضان، يطلب منه أن يترك المذهب الذي عليه وينتقل. ويقول الرواية تقول حسب ما أوردها ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، الرواية تقول إنه النبي طلب منه، قال له انصر مذهبي واترك ما أنت عليه. فبدأ وكأنه الياء التي انظر مذهبي دي هي منسوبة إلى النبي، فبدأ وكأنه المذهب الذي سيقدمه الأشعري هو مذهب النبي دون الآخرين خالص. دون الآخرين. بعد الفاصل نكمل مع دكتور علي مبروك. إذا دكتور علي مبروك أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة بيقول لنا أصل المسألة منين غاب العقل الإسلامي، عقل المسلم غيب، وبيحكي لنا من أول تجربة الشافعي ثم الحنابلة ثم الأشاعرة، وكلم بقى أبو الحسن الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة اللي بالمناسبة الأزهر أشعري. اتفضل. ده صحيح. أشعرية الأزهر طبعا دي مؤكدة. وخد بال حضرتك أستاذ إبراهيم ليس فقط الأزهر، أنا في كتابي لحضرتك تفضلت بالإشارة إليه الخطاب السياسي الأشعري عملت طبعة جديدة لهذا الكتاب الآن، وألحقت بها فصل بتكلم فيه عن كيف تمددت الأشعرية تحت سطح الإسلام السياسي. إزاي إنها وكان النموذج اللي أنا بدرسه وبأكد أشعريته هو سيد قطب تحديدا. يعني عملت تفكيك لخطاب سيد قطب كما ورد في معالم في الطريق، وإزاي إنه ما ورد البارادايم النموذج اللي بيفكر به سيد قطب هو النموذج الأشعري تقريبا. بس قتلنا وبتطرف أكتر الحقيقة بالتأكيد. يعني برضو يظلم الأشاعرة لو قدمهم بقتلة وسفاحين بكل يعني بكل تأكيد. وهي دي وهو ده امتياز الأشاعرة. امتياز الأشاعرة أنهم على فكرة المتطرفين بيكرهوا الأشاعرة وبيكفروهم ولا فارق معهم برضو يعني يعني امتياز الأشاعرة في أنه الخطاب عندهم لين فقط، لكن المضمون ليس النظام كمان الأهم من المضمون. النظام الذي يفكر به الأشاعرة، النظام الذي يفكر به الأشاعرة هو نفس النظام الذي يؤسس للخطاب. ما هو الإخوان المسلمين بيقدمون خطابا لينا مقارنة بالجماعات التي خرجت منهم، لكن لا يمكن. خلينا نقول النظام ايه مشدود على ايه الافكار دي مخليها تودي للي احنا فيه من تغييب العقل او كمان اعلاء التطرف والارهاب. يعني وهنا بقى يعني لما اجي اتكلم عن النظام يبقى لازم اقول يعني اوضح شويه مفهوم الخطاب ما نستخدمه، لان احنا بنستخدم كتير كلمه الخطاب الديني واحنا احيانا مش عارفين ايه المراد من كلمه الخطاب. واحيانا لسوء الحظ البعض بيستخدم الكلمه بدلاله الخطابه وكانه تجديد الخطاب يعني ان تجدد في اساليب القول وتقدم قولا لغتها وبلاغتها وليونتها بالضبط. وهذا يعني مفهوم ساذج جدا للخطاب، لانه الخطاب يعني ماذا؟ يعني الاسس المعرفيه الكامنه اللي هي يعني آسف إذا استخدمت لغة صعبة شوية، ليست منطوقة، يعني ليس معبرا عنها بشكل مكتوب، لكن من دون هذه الأسس يصبح ما نقرأه غير مفهوم. يعني هي أسس مضمرة، هي أقرب ما تكون إلى الأسس المضمرة، لكن في الوعي كده وفي الضمير تمثل شروطا تجعل ما نقرأه مفهوما. لكي نقرب المسألة للمشاهد الكريم،
لما اجي اتكلم طلبة جيد بقى بالضبط، اشتغلت مع طلبة جيد جدا كتير، عايز اخش على طلبة جيد. لما اجي يعني امثل لكي يعني اقرب الفكرة. يعني لما اجي اتكلم عن الخطاب الفقهي مثلا، واقول ان انا عايز اجدد الخطاب الفقهي، البعض بيتعامل مع ذلك على انه نستبعد بعض الاراء ونستبعد بعض الاحكام ونستبعد بعض الاختيارات القديمة. لكن لكي تجري تحديثا بالفعل للخطاب الفقهي، لابد ان تعرف اولا ما هي الاسس المعرفية التي يقوم عليها هذا الخطاب. في هذه الحالة ساكتشف بشكل بسيط جدا انه مفهوم التمييز هو المفهوم المركزي الذي يقوم عليه بناء الخطاب الفقهي. التمييز ضد المرأة مثلا، التمييز ضد غير المسلمين، التمييز ضد الأعراق الأدنى مثلا، أو متصور أن الأدنى يعني، من يتصور السيد، يعني من يتصور السيد أنها أدنى منه يعني. تجد انه وهتلاقي الافكار دي كلها فعلا اللي هي ضد المراه غير المسلم، فظيعه، وضد غير المسلم، وضد الاخر عموما، وضد الافكار الاجناس الاخرى، وضد الاجانب، يعني كلها على بعضها كده سبيكه. ده مضمون، ده نظام الخطاب الفقهي التقليدي القديم. يعني ما تقعدش بقى تغير لي في احكام، غير لي التمييز ده، خلي تعامل بعداله ومساواه، كل حاجه تتغير بعد كده. بالضبط، يعني المفهوم لابد من كشف هذا المفهوم العميق اللي بيقوم عليه نظام الخطاب الفقهي، ولا بد من العمل بشكل مباشر مع هذا المفهوم العميق. لازم تتنقل من نظام فقهي او من خطاب فقهي قائم على مفهوم التمييز الى نظام فقهي او خطاب فقهي قائم على عدم التمييز، انه سقطت كل اشكال التمييز بين البشر على اساس الدين او العرق او الجنس او الى اخره. وبالتالي انت مطالب بان تتصدى لهذه المهمة، وهذا هو الجوهر ما يواجهه الازهر الان. هل هو قادر على انه يواجه هذه الاسئله الكبرى، ام انه للاسف كل ما يحدث هو محاوله استبعاد راي يبدو شاذا، استبعاد الاراء او الاحكام الشاذه، ومحاوله تلطيف العبارات في بعض المواطن وترك. لا، هو على فكره لما بيجي في المناهج بيعملوا ايه في الازهر، اللي هو لغايه اعداديه اللي عملوها، هتلاقي اراء متطرفه واراء شاذه، هو ما بينفيهاش ولا بيرفضها ولا بيقول انها غلط، هو بيحذفها بس. بالضبط. ويسيب الاقل ضررا او الاقل شذوذا او الاقل تطرفا، انما بس هو ده يعني التعامل مع اصحاب الاديان الاخرى. كل الكلام التكفيري اللي هو مش ضده خالص، بس هو ما فيش داعي احسن يزعلوا مننا فانتخ، يقول لك اصل ده موجود في التراث، ده موجود في الفكر، ده موجود في الفقه. يعني احنا في حاجه الى هذا. وعلى فكره استاذ ابراهيم، يعني لا ينبغي التعامل مع هذا التمييز على انه من الدين او من القران. يعني هذه ايضا هذه فريه يعني في الحقيقه، لانه جرى توجيه القران، بيجري توجيه القران كما يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، عبر عمليات توجيه غليظه احيانا وناعمه في احيان كثيره، واستخدام مفاهيم هي نفسها بتوجد زي مفاهيم الاجماع ومفاهيم النسخ ومفاهيم يعني مفاهيم كتيره جدا بيتم استخدامها من اجل توجيه القران، وده قدست اكثر بالقران. بالضبط. بيتعاملوا معاه على انه الاجماع ده مقدس، بالضبط، والنسخ ده مقدس وحقيقي، على فكره واللي يقول غير كده يبقى راجل خرج عن اصول الدين. هناك اراء ترى انه الاجماع ينسخ القران كمان، يعني وصف تطرفه بالضبط. يعني لا يتعلق الامر فقط بالسنه، وانما الاجماع ايضا ينسخ القران. فانت في حاجه الى يعني توجيه اختراق هذا النظام. ده يتم ازاي ان شاء الله وسط حاله التزمت والتشدد وناس في التعبير والتخلف والاسلام القشري والافكار المتطرفه، وسط ده كله الزحمه. يعني اذا انت في جامعه القاهره يعني في مشاكل مع ترقيتك للاستاذيه نتيجه كتاباتك، عايز المتطرفين والارهابيين يغيروا افكارهم وراهم. ما هو بصرف النظر عن الجانب الشخصي في ترقيتي استاذ ابراهيم، اذا شئنا بقى انه ندخل هذا البلد الى عصر الحداثه الحقيقيه، فلا بد من انجاز ذلك.
انا اجنب تماما مساله ترقيتي دي. كنموذج مثل يعني بالضبط. على ممكن يكون الفكر اللي يبدو مغيرا مختلفا يمكن يكون تحت وطأة التمييز والرفض الى اي حد. بالضبط. وهو هذا هو ما اتعرض ليه بالفعل. لانك بتحاول انه انا شخصيا في تعاملي انا احاول ان احدث هذه الخلخله للنظام والبنيه التقليديه المهيمنه اللي هي مسؤوله الى حد كبير عن كل ما تعانيه مصر وعجز مصر عن أن تدخل إلى حداثة حقيقية مرتبط. أنا أظن أنه مرتبط ارتباط جوهري بسيادة وهيمنة هذه البنية التقليدية التي يعني أحاول أنا وغيري، هناك غيري بالتأكيد يحاول. واتبع البنية التقليدية دي مسيطرة على العالم العربي كله، لأنه لو مصر فكت وغيرت الوطن العربي كله هيمشي ورا المنطق والمنهج والفكر المصري. في الحقيقة من باب الغيرة على مصر أحب أن أقول أنه أستاذ إبراهيم في مناطق في العالم العربي أصبحت الآن بتتعامل بشكل أكثر جرأة مع هذه، زي يعني زملائنا في تونس وإخواننا في تونس. هناك مدارس أصبحت دلوقتي، وفي المغرب وفي يعني في الشمال الأفريقي هناك يعني مدارس أصبحت تتعامل أكثر جرأة واقتحاما أكثر جرأة واقتحاما لهذه المسائل منا. إحنا سطوة إيه اللي منعنا؟ أخيرا يعني إيه اللي منعنا؟ اللي منعنا يعني إحنا نطرح أفكار جريئة ونتناقش ونتجادل ونتكلم في الأسس ونجتهد مرة أخرى ونعيد تشكيل أفكارنا ورؤانا وفق عصرنا، وما نبقاش يعني خصوصا إحنا شفنا الأفكار دي والتطرف ده لغاية فين، أو مغرقنا لغاية أي درجة يعني أي عمق. اللي منعنا يا أستاذ إبراهيم هو يعني انتقام هذه البنية التقليدية من كل من يحاول تحديها. يعني كل من يحاول تحدي هذه البنية. ولو جيت نظرت للمثل اللي أنا بعنيه، إنه أنا أن أحاول الترقي الأستاذ مساعد فأظل أتقدم للجنة الترقيات لمدة أربع دورات متتالية لكي يتم ترقيتي، وتمنع ترقيتي لا لسبب إلا لأني أقدم تفكيرا مختلفا. يعني لماذا؟ ولو كنت في جامعة الأزهر بقى كان عامل فيك إيه؟ لا، لو كنت في جامعة الأزهر كنت لابد أن أنا أغادر على طول يعني. فمشكلة هذا أستاذ إبراهيم بتتمثل في الآتي، إنه الأجيال الجديدة اللي طالعة من الباحثين الشباب عندما ترى عمليات التنكيل التي تحدث تابعين مش مبدعين بالطبع بالضبط، بتتحصن البنية التقليدية أكثر وأكثر وبتصبح عملية تحديها، ويبقى الكلام عن تجديد الخطاب الديني محل كلام لا يمكن ان يتحول الى فعل حقيقي. وانا بتصور انه يعني اي تغيير في مصر مشروط صحيح بمسألتين اساسيتين: احداث اختراق مهم في المسألة الاقتصادية، واحداث اختراق اكثر اهمية في المسألة العقلية. وانا البنية العقلية لا تقل أهمية عن البنية الأساسية على الإطلاق، بالعكس لعله ليها الأولوية. وأنا إذا كنت بشوف دلوقتي إنه الدولة المصرية في العهد الحالي اللي راهن بتحاول أن تحدث اختراقات حقيقية في المسألة الاقتصادية، إلا إنه في الملف الثاني تحجم تماما، أو في المسألة الثانية مش بس تحجم، يبدو للأسف أنها تتراجع. وهذا أمر في غاية الأسف. انذار مهم بيقوله دكتور علي مبروك أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، ولنا بالتأكيد حديث أخرى في تأصيل التطرف والجمود الفكري والتخلف الفكري اللي احنا فيه ده مع دكتور علي مبروك في حوارات أخرى. أشكرك جدا دكتور علي. عفوا. أشكركم، وألتقي بكم غدا بإذن الله 25:30.